السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وصل اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قصر الكريملين. تفاجأ باستقبال كبير وضخم من طرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين. بعد السلام الحار الذي دار بين الرئيسين، قام بالاستماع للنشيد الوطني الجزائري ثم النشيد الروسي. كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوله: الجزائر من أهم الشركاء التجاريين لروسيا، وسنعمل على تطوير هذه العلاقة، ونحن على اتصال دائم للمحافظة على الصداقة بين الدولتين. وأنتم يا أصدقائي، كيف رأيتم هذا الاستقبال؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.